السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كله كويس. النهاردة هناخدكم مكان حلو قوي في رحلة جميلة جدا. يا رب تتبسطوا. يلا بينا اوريكم هنروح فين. هنروح جريت وولف. جريت وولف ليها لوكيشنز كتيرة، وده بقى اللوكيشن بتاع ميريلاند ديلاوير. جريت وولف هناك لسه فاتحة جديد. فتعالوا بقى اوريكم الدنيا هناك عاملة ايه. المكان جميل جدا. ده الباركينج عشان طبعا ما فيش مواصلات ولا حاجة، فكل واحد بيجي بعربيته. ف كله بيركن بقى، وهندخل دلوقتي نشوف الدنيا. ده الانترانس. ده اول ما ندخل الباركينج بنركن، بعدين بيبقى فيه عربيات عشان كل الناس تحط شنطها، وكده نبدأ بقى ندخل جوه. بصوا المكان جميل ازاي، الاجواء حلوة قوي. ده اللوبي عشان تديهم الكونفirmation نمبر ويدوكوا رقم الأوضة ويعملوا لكم تشيك ان يعني. وعلى الناحية التانية في محل. المحل دون بيبقى فيه كل بقى المستلزمات. عايزين تجيبوا هدايا لولادكم، عايزين تيشرتات، ناقصكم حاجات، بتجيبوها من المحل ده يعني. بس هم عامة بيدوا زي باند كده بتتلبس على الراس، اللي هي ودان الثعلب او الذئب اللي هو الولف. فعلشان دي هدية لكل الاطفال اللي موجودة، ويلبسوها كذكرى منهم يعني للمكان يعني. بس ده اللوبي كله. ده بيبقى فيه اماكن الصبح بيبقى الناس بتقعد بتشربي قهوتك، تقعدي زي ما انتوا عايزين هناك. بيعملوا اكتيفيتي، ممكن بيلعبوا بينجو، بيلعبوا العاب بورد جيم يعني، وبيعملوا شوية اكتيفيتيز. وبالليل بقى هوريكم الدنيا بالليل بتبقى عاملة ازاي، بتبقى تحفة. وفي ديلي وفي دانكن دونتس عشان القهوة، وفي زي مطاعم. في حاجات كتير قوي. فتعالوا كده مع بعض نشوف الدنيا جوه عاملة ايه. بصوا الاطفال كلها بتمشي بقى، كله بقى طبعا بتروحوا تجيبوا الكفر بتاع التليفونات اللي هو بينزل ميه عشان تقدروا تصوروا على قد ما تقدروا. ده اماكن الايس كريم، وعاملين قعدات في كل حته قعدات. يعني الموضوع مش بس ميه ولا ووتر بارك بس، لا ده فيه اكتيفيتيز كتيره. وتقدروا في حاجه هناك تشتروا واند كده زي عصايه سحريه، في بوكسات هما بيحطوها، بتحل اللغز وبتفتحي البوكس وبيبقى ليكي ريورد يعني للولاد، فبيتبسطوا بيها قوي. ده كمان عاملين مكان للبولينج. بس كل الناس مشغولة ومبسوطة، وطبعا عندهم سويتس بقى، دانكن دونتس ودونتس وقهوة يعني. مش هيخليك تطلعي برا، بس برضو في نفس الوقت لو انتوا حابين تطلعوا برا تجيبوا اكل من برا، في اماكن حواليهم كتير، بس طبعا لازم بالعربية. دلوقتي بس هوريكم الاركيد. برضو ده بالليل بقى بعد ما بيخلصوا الالعاب، الولاد بتحب بقى تلعب في الاركيد. زي تشاك تشيز وزي اماكن كتير هنا. بتشتروا الكارت بتملوه بالفلوس، وبعدين بقى الولاد بيلعبوا، وفي الاخر بيكسبوا بقى لعبة ولا حاجة من هناك على حسب النقط اللي هم بيجمعوها. المكان فن جدا للولاد، وبتبسطوا جدا وبينسوا نفسهم وما بيعملولكوش دوشة، ويعني بتسيبوهم وامان جدا. فبصراحة من الاماكن الممتعة جدا الواحد بيحب يروحها يعني، والولاد بيحبوه. وده هنا هقول لكم ده ايه. بيبقوا تحت عاملين جولف، ميني جولف، وفوق عاملين زيب لايننج. ده برضو حاجة كده فور فن، شكلها تحفة جدا. هنا ده اللي بقول لكم عليه. الولاد بيفتحوا بقى بالواند دي، بيفتحوا بيحلوا اللغز، وبعدين بقى بيكسبوا. هم مخلين كل الناس ما تحسش بالزهق، كبير صغير، الولاد بتلعب براحتها. بيدوك بريسلت. ده مطاعم هناك بريسلت عشان تقدروا بيبقى فيها كمان عشان ما تشيلوش الكروت بتاعتكم ولا المحفظة. البريسلت دي تقدروا ان انتوا تشتروا بيها الحاجات، يعني انتوا مش محتاجة حتى ان انتوا يعني تشيلوا محفظة ولا بتاع، لا هم مسهلين كل حاجة على الناس يعني. بصوا ده الميني جولف اهو. ومطاعم كل حتة مطاعم، في بيتزا، في تشيكن ناجتس، في كل الحاجات اللي الولاد بيحبوها. ده المطعم ده نصه جوه هنا، ونصه الناحية التانية في المنطقة بتاعة ألعاب المية، عشان اللي بيحبوا مثلا الولاد جاعة ولا حاجة تقدروا تطلبوا لهم أكل وهما بيلعبوا. ده كده بقى هندخل بقى الووتر بارك جوه.
بيبقوا ملبسين بريسلت في ايديهم عشان ايه؟ تعرفوا ان انتوا من النزلاء اللي في الاوتيل ده. بقى هنا وكمان هما يعني انتوا مش محتاجين كمان تاخدوا تعول فوط معاكم، لا هما بيسيرف الفوط هنا برضو، بتاخدوها بتسكانوا البريسلت، الاسوره اللي بتبقوا لابسينها بتبقى موجوده على الاوض، فليكوا برضو كل يوم تاخدوا فوطه زي ما انتوا عايزين على حسب الافراد. وده المطعم اهو اللي بقول لكم نصه جوه، ده نصه ناحيه الووتر بارك اهو. ودي بقى الووتر بارك، ده الويف بول في الامواج الصناعيه، ده بيبقى لطيف قوي، الولاد بتحبه جدا. والسلايدز بقى دي في منها الخطر شويه، في منها العالي، في منها الصغير، يعني عاملين لكل حاجه وكل الاعمار وده هنا ده اللي بتاع الاطفال، عاملين كل حاجه عشان مفيش حد يزهق ولا يحس بملل خالص. والكبار بيتبسطوا اكتر من الصغيرين، عايزه اقول لكم يعني. بصوا ده بيفضل يتملي وبعدين مرة واحدة يروح ايه المية كلها تتفضى، والولاد بقى بتستناه يفضي عليهم ويفضلوا بقى تحت. عايزة اقول لكم درجة الحرارة هناك يعني بره بقى سنو تلج، الدنيا ساقعة جدا، مطر، اي حاجة، انتوا جوه متحسوش باي حاجة، اللي هم مظبطين التمبريتشر على ان الجو يبقى حلو. ده الليزي ريفر. بس كده انتوا بس الواحد بس هو بيدخل جوه العوامة وهو بقى يفضل يمشي كده مع نفسه، ظريف جدا. ده بقى لو انتوا عايزين تريلاكس شوية يعني، الولاد بيحبوه خالص. آه وده كل الحاجات يعني. في مكان كمان هيبقى فيه عاملينه زي باسكت كده للي عايز يلعب باسكت جوه المية، يعني في اكتيفيتيز كتير. فانا هعمل لكم دلوقتي برضه هوريكم ازاي تحجزوا، هما بيبقوا طول الوقت بيعملوا عروض يعني، انتوا هوريكم كمان شكل الاوض عامله ازاي. بس ده هنا هوريكم العروض بتاعتهم وازاي ان انتوا تدخلوا، وهو ليه لوكيشنز كتيره جدا، في بنسلفانيا، وفي ميرلاند، في فلوريدا، في I think في ناحية كندا، يعني في أماكن كتير قوي. فكل واحد يكتب Great Wolf near me هيطلع لك أقرب لوكيشن ليك، فتقدروا ان انتوا تحجزوا فيه. هوريكم ازاي تقدروا تحجزوا، هو عن طريق يا اما جروب اون دايما بينزل عروض عليها، يا اما من الويب سايت نفسه برضو بيبقى عندهم كوبونات. هوريكم ازاي تقدروا تعملوا ده. تقدروا تاخدوا مثلا لو اوضه ب400 دولار تقدروا تاخدوها ب200 وب150 دولار، والاوضه ممكن تقف عليكم برضو ب100 دولار على حسب الاوضه، حجم الاوضه اللي انتوا هتاخدوها. ف ده بصوا هنا ده للبيبيز عشان بس ما يبقاش في خطر عليهم. وعايزه اقول لكم ان لايف جاردز في كل حته، امان جدا، محدش يقدر يعمل اي حاجه لاي حد، وفي ريسبكت جدا، فكل واحد حر. وللمحجبات مفيش اي عنصريه، مفيش اي حد بيضايق حد، احنا كنا بنروح ولابسين المايو الشرعي، وكان الموضوع لطيف جدا ومحدش ضايقنا خالص خالص خالص. فاتمنى تكون ان انتوا اتبسطتوا معانا في الجولة دي، وان انا اكون قدرت ان انا اوريكم كل حاجة على قد ما اقدر. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. وانا لسه هوريكم شكل الاوض ايه، يعني اوضة من الاوض، وهوريكم كمان ازاي. دلوقتي بقى هوريكم اوضة من الاوض بتاعة الجريت وولف. دي one bedroom with den، علشان الدن دي اوضة منفصلة للولاد. الأوضة بيبقى فيها الحمام طبعا أكيد، الشاور والتويلت، وبيبقى فيها طبعا بيجيبوا لنا على طول التاول الفوط. ودي الأوضة اللي بقول لكم عليها، تقدروا تختاروها وتقدروا لأ، هي طبعا هي لو اخترتوها تبقى أغلى شوية، بس بتبقى حلوة لو الأطفال يعني، عشان يبقوا منفصلين. ده سريرين فوق بعض، وده سرير كوين، ودي كنبة بتتفرد سرير، وطبعا فيها كرسيين وترابيزة، لان الأوضة بيبقى فيها تلاجة علشان لو انتوا حابين تجيبوا حاجات معاكم، وبيبقى فيها مكنة قهوة. الميكرويف بيبقى في الهول برا علشان كل الناس تقدر تستعمله، وكمان لو انتوا محتاجين ايس ولا اي حاجة. بس فدي الأوضة معقولة وظريفة، كده كده الواحد ما بيقعدش فيها كتير غير بس على النوم. آه ف وده بقى الجزء الشو بتاع بالليل، بعد ما بيخلصوا البول وكل حاجة، اللي بيطلعوا بقى بيعملوا لهم بأغاني ورقص وبيخلوا الناس تتبسط، والكبار بيتبسطوا أكتر من الصغيرين.
فبتبقى ظريفة جدا. بصوا كله مبسوط ازاي، وبيعملوا لهم زي جيمز وبيكسبوهم هدايا، فبيعملوا لهم حاجات فن كتير. ولسه هوريكم كمان الستوري تايم تبقى ظريفة ازاي. كله فرحان ومبسوط بصراحة. الولاد بتتبسط جدا، بيهدوا الولاد جامد جدا علشان يطلعوا على النوم على طول، ما يقدروش يعملوا اي حاجة تاني عشان يستعدوا لتاني يوم. لو هتباتوا يوم تاني ولا حاجة بتستعدوا تاني يوم لليوم التاني. وده بقى الستوري تايم. بصوا بيخلوا الولاد قاعدين ازاي، بيعمل لهم بقى زي الشاشة دي، بيجيبوا لهم بقى الستوري وحد بيحكيها. وكمان لو في سنو بينزل بيعملوا كأن افكت كده ان السنو ينزل عليك. آه لو في مية وممكن بتترش، فهم بيعملوا حاجات كتير لطيفة يعني للولاد، فبيخلوا الولاد تتبسط خالص. وعايزه اقول لكم كمان ان زي ما قلت لكم ان هم بيهدوا الولاد خالص. وعايزه اقول لكم لو انتوا مثلا هتعملوا تشيك اوت مثلا تاني يوم، فهو المفروض التشيك اوت بيبقى الساعه 11 الصبح، بس تقدروا تستخدموا البارك طول اليوم، بس طبعا ما عدا الاوض. بتطلعوا حاجاتكم كلها من الاوضه، عايزين بقى تحطوا الشنط وتسيبوا بس الهدوم اللي هتلبسوها بعد ما تخلصوا البول قدامكم، تقدروا تستعملوا البول لحد ما يقفل، لحد الساعه 8 بالليل. فبصراحة ميزة جميلة جدا ان هم يعني تقدروا ان انتوا تحجزوا ليلة واحدة، بس لو انتوا يعني مش عايزين، في ناس بتبقى عاملة بادجت معين، فبتقدروا تحجزوا ليلة واحدة بس، والتانية تقدروا ان انتوا تقضوها كلها بس من غير ما تحجزوا في الليلة وتمشوا اخر اليوم. فبتبقى هينة شوية، الناس ما تحسش بتقل كده. لا ده احنا هنطلع وندفع مبلغ وقدره ومش عارف ايه والكلام ده، لا لا، هتلاقوا الدنيا ماشية ولطيفة خالص. فيعني عايزه اقول لكم ان يعني مش قادره اوصف لكم قد ايه ان الولاد بتتبسط وبيقضوا وقت حلو وبيفضلوا فاكرينها، وانتوا كمان بتقضوا وقت مع اولادكم. ف زي ما بيقولوا كواليتي تايم كده، بيبقى الولاد عمرها ما بتنساه، وبيفضلوا فاكرينه وبيقولوا طب يا عايزين نروح تاني. هما بيكبروا وبيقولوا لا احنا بابا كان بيودينا، ماما كانت بتودينا. فاماكن زي دي حلوه قوي. والناس كمان اللي بتقعد تقول مفيش اماكن نروحها في امريكا، لا في اماكن كتير. بس يعني ايه، وعايزه اقول لكم ان البادجت بتاعها مش عالي، لان بيبقى دايما طول الوقت بيبقوا عاملين خصومات وكوبونات. ف يعني ممكن تختاروا الوقت المناسب بالبادجت اللي انتوا عايزينها. فاعتقد ان يعني الولاد هتتبسط، وانتوا تقدروا تبسطوا ولادكم بحاجات بسيطه يعني. فبصوا عاملين لهم ايه. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا تقدروا تعملوا ده للولاد في عيد ميلادهم، في اجازات، في العيد طبعا جاي علينا، فانتوا كمان تقدروا تعملوا دون، فهتبقى ذكرى حلوه وتقضوا وقت جميل مع اولادكم ان شاء الله. هقول لكم ازاي تدخلوا تحجزوا من على جريت وولف. دلوقتي هنكتب على جوجل جريت وولف مثلا ميريلاند، ده اللي احنا كنا فيه. هندخل على الويب سايت. هو بيقول لك هو في اوريدي كوبون، اللي احنا الايام اللي تقعدوا فيها من 1/4 ل27/6 عليها 50%. هنعمل بوك ناو، وتشوفوا الايام اللي انتوا مثلا عايزين تحجزوها. مثلا العيد مثلا هنحجز يومين، 10 و11، أو كده هنحجز يوم واحد، 10 و12. كده هتناموا ليلتين، وتالت يوم تمشوا. how many guests، مثلا 2 كبار و2 صغيرين. بيسألوا على الأعمار، هنقول مثلا 10 و11 سنة، ونعمل done. وهو already حط الكوبون اسمه باك، فهنعمل بوك ناو. هوريكم بقى. بصوا دلوقتي الأوضة اللي كنت موريها لكم في الفيديو، اللي هي السرير والدن، اللي هي فيها السريرين فوق بعض الأولاد، الليلة هتقف عليكم ب120 دولار. يعني هي كانت ب400، نازلة ب120 دولار، فيعني مفيش أحسن من كده. ودي كمان أوضة تانية. بصوا تقدروا بقى تشوفوا الأوض دي كمان، اللي عندهم أكتر من ولدين مثلا، دي تكفي 3 أولاد اهي، برضو من 449 نازلة ب120 دولار. وفي كل الصور طبعا باينة في كل حاجة. دي
دي اوضة عادية بس اوضة سرير واحد اهي، وحتى بيوريكوا هنا الشكل هنا، لا فيها بانك بيد والله اهي. 120 دولار. ودي سريرين، لا دي سرير واحد برضو. يعني هو بيبان كل الحاجات اللي موجودة دي هنا بقى، اللي هي بتبقى كبيرة شوية. دي فيها كينج بيد وماستر روم لوحدها وتو كوين بيد. واو، دي نازلة بسعر رهيب، يعني ممكن اتنين يقعدوا فيها عيلتين مع بعض. بتاخد من 6 ل8 أنفار، نازلة من 700 دولار ل150 دولار يعني. انا مشفتش الاسعار دي، ده حظكم حلو ان انا بوريكم ده في الاسعار دي. ودي بقى بتاخد من 8 ل12 فرد في الأوضة. ده بتاع دون سويت. في اهو زي ما نشوف كده، في اللي هي البانك بيد، وفيها واو، هما كاتبين اهي الستاندر queen bed and private bedroom with 2 queen bed and 2 bathroom ب250 دولار، من 800 دولار. فانتوا بقى بتختاروا، مثلا نختار اي اوضة. نختار اول اوضة مثلا اهي، هنعمل لها select. ودي هنا بقى لو انتوا عايزين تزودوا، احنا ما بنعملش الحاجات دي يعني قوي، فاحنا هنقول نو ثانك يو. والحاجات دي برضو احنا ما بنستعملهاش، الباس وكده. هي كل الحاجات موجودة هنا، بيقولك ايه البنفيت لو انت اخترت ده او اخترت دون. احنا ما بنختارش حاجة، مثلا سي ان انتوا عايزين تعملوها بيزك خالص، فهتعملوا continue وبعدين continue تاني. هو بيقولك اهو اللي تشيك ان من ابريل 10 لابريل 12 اهي كل حاجة. التوتال هيبقى لليلتين، وتقدروا كمان تالت يوم زي ما قلت لكم ان انتوا تقعدوا فيه بس تمشوا من الأوضة. الليلتين هيعملوا 358 دولار. يعني هتتفسحوا كل حاجة، وبعدين بتدخلوا بياناتكم والكريدت وكل حاجة امان وسيف جدا. ف اعتقد يعني ده ديل كويس جدا، اللي حابب بقى يروح في العيد، ولا اللي عايز بقى يروح يحتفل بعيد ميلاد اولاده ولا حاجة. ده دايما ايه اللي انتوا تقدروا تشوفوا من عليه الويب سايت بتاعهم. أأمن حاجة وأحسن حاجة تعملوا من عليها. فيا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، واللي يروح هناك يقول لنا ويقول لنا ايه الحاجات الحلوة وايه الحاجات الوحشة. ومتنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، وكمان تعملوا لنا فولو على الفيسبوك وكمان على التيك توك. نشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين.